بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لقد توجهنا في هذا اليوم إلى مركز الأمن في المنامة من أجل تقديم بلاغ شكوى ضد وزير الداخلية على عمل العنفي الذي تمت ممارسته البارحة بحق مواطنين عزل آمنين، حيث أننا توجهنا لزيارة مريض الذي كان يرقد في المستشفى، وقد تعرض إلى أكثر من 20 شظية في جسده من فعل سلاح الشوزن المحرم دوليا. البارحة وبعد أداء فريضة المغربين توجهنا لزيارة المريض مع بعض المصلين من النساء والشيوخ الكبار، وكذلك أطفال صغار كانوا معنا، وكنا نحمل الورد لزيارة مريض في المستشفى. فوجئنا بأن توجهت نحونا قوات القمع، قوات مرتزقة أجنبية توجهت نحونا وأطلقت الرصاص المطاطي، وأطلقت كذلك القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، وحتى سلاح المحرم دوليا الشوزن، مما أدى إلى أن يسقط العديد من إخوتنا جرحى، وأنا أصبت. كانت الإصابة برصاصة مطاطية في ظهري من الخلف، وأنا متوجه إلى المستشفى. اليوم توجهنا على كل حال لتقديم الشكوى وبلاغ. إذا كانت الدولة كما يزعمون وكما يقولون أنها دولة قانون، فإني أقاضي وزير الداخلية، أقاضيه على أن يمثل أمام العدالة، أمام القضاء النزيه المستقل، لأنه هو الآمر، لا يتصرف الجندي إلا بعد تلقي الأوامر، فهو الآمر بهذا الفعل العنفي والممارسة الشغبية. فقدمت الدعوة وننتظر حتى أن نرى، فإذا لم تنفع الشكوى هنا فسوف أرفعها إلى أن أتقدم بشكوى في الخارج عند المحاكمة الدولية على الفعل العنفي الإرهابي الموجه من قبل رئيس الأمن الوطني أو وزير الداخلية. أكتفي بهذا المقدار، وأشد على الأيدي كل من يصاب فإن يتوجه بتقديم شكوى. إذا لم تنفع في الداخل فعلينا أن نوجهها إلى الخارج حتى أن نفضح هذه الممارسات القمعية. وفي نهاية المطاف أكرر إننا معارضة، ونفخر بأننا معارضة، إننا أهل احتجاج ونفخر بأننا أهل احتجاج، ونمارس المعارضة والاحتجاجات السلمية. كنا نحمل الورد وسوف نبقى نحمل الورد، ولكن لا تنحني لنا هامة، لا إلى وزير داخلية، ولا إلى وزير أمن وطني، ولا إلى ديوان ملكي، ولا إلى الملك نفسه، وإنما هاماتنا إلى الواحد القهار، انحناؤها وسجودنا لله وركوعنا لله، والحمد لله رب العالمين.